قال لحيتك قاصة. والله ابن أخوي أكذب نوبات زين. قلت له يا أخي البارح شفطت مازوت فعلا أنا قصيت، يعني ما طيج اللحية طويلة بس أطول مثلا. شفطت بالخرطوم مازوت وكب على لحيتي يحرقني وزينتها وقصيتها إجباري. ايش أسوي بيخليها تورني؟ والله بشع. نطلع نشتغل مثلا بدنا نروح للمحمود اللي بنجيب أي غرض، على طول بدك تكون مرتك منقبة وعلى طول بدها تكون لابسة شرعي، ما بيخلوها تطلع لحالها ولا بيخلونا نطلع نشتغل ولا أي شيء، يعني كنا مأسورين خالص. مرة تعال شو نسوي؟ أنا أحبهم أموت فيهم خوالي. بالله أنت تحب الأوضاع كنا عايشينها مع داعش، معاملة قشرة، معاملة سيئة، إهانات، قلاة، ما شفنا اليوم الكويس خيو. جاي واحد عمره 103 سنين وانا مريد يقصون قصيرته. قالوا له الله ما خليك تقص قصيرتي الا انت تنقص رقبتي، ولا انا عمري 103 سنين انت تريد تقص قصيرتي؟ قولوا لي لا صوبة قصرها. وعد رسمي لربعته جايه اقصرها مثل ما بدكم، والحزين والله ما خليك تقص. تمام. يعني احنا ما نستجري، نخاف يعني من الدواعشة مثلا يوم يجون القالها جت الحسبة راحت الحسبة، والله نخاف كثير يعني ما اقول لك شوية كثير نخاف. احيانا يوم يجون الولد يخاف والمرأة تخاف كلها تركض يصيحون جوكم كنا نتغبى نختل بالبيت يعني. أنا؟ لا والله بنت أخوي والله ما أعرف. هذا؟ تمام. من عشيرة كيت كان. بس لا الحسينة فعلا هي مو جيش هذول السام وهذول السام من الله خلقني البطل. هذا جداحة يا بنياتنا. هاجر ولا على الجنة يا ولدنا. يلا يلا حبيبتي يلا 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 والأندها طيبين الحمد لله ومكيفين ومن جينا على بيوتنا وكيفنا، والله يعطيكم العافية والله ينصركم والله يحميكم انتم وأمة محمد كلياتها، والحمد لله رب العالمين. معاملة الدواعش قشرة، وهذا القوم من الدواعش هذه فجرت علينا، والله جاب لنا سوريا الديمقراطية وساعدوني وخذوني على المشفى وعاملونا معاملة كويسة، وهذا وعلى دوركم والله الحمد لله، يعني على دور الديمقراطية الحمد لله مرتاحين ومأمنين وصار معيشة كويسة، وهذا نريده يعني. كشفونا علقونا الله يعلقهم. معاملة القوات معكم قوات سوريا الديمقراطية؟ الحمد لله زين، الله يوفقكم، تسلموا.